بيبدأ الفيلم في مزرعة تيران في الريف الأسباني، وفي شوية تيران صغيرين بيلعبوا مع بعض، وبنشوف الدور فرديناند ماسك جرد المايه وراح يسقي الوردة اللي بيحبها. وبعد شوية بتوصل عربية الميتادور اللي جايه تختار طور معين علشان يدخل مصارعة التيران، وكل التيران الصغيرة بيجروا يتفرجوا. فرديناند بيروح معاهم وبيسأل يا ترى الطور اللي هيختاروه هيكون مين. ساعتها فالياند بيقول أكيد هيختاروا بابايا، ولما أكبر أنا كمان هيختاروني. لكن جوافو بيقاطعه وبيقول له لا 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 لا، أكيد أنا اللي هيختاروني، ده أنا حتى من دلوقتي بتدرب على إزاي أكسب. وبيدخل عليهم بونز وبيقول بطلوا كلام، أنا اللي هيختاروني، أنا أسرع واحد فيكم كلكم. لكن فالياند بيتريق عليه وبيوقعه على الأرض. وفرديناند أول ما بيشوف المنظر بيجري بسرعة، مش علشان يضرب فالياند لكن علشان يطمن على الوردة بتاعته اللي كانت ممكن تتكسر. هنا فالياند يحاول يستفزه علشان يتخانق معاه، لكن فرديناند بيرد بهدوء بيقول له بص يا فالياند، أنا مش ضعيف ولا خايف منك، بس أنا ما بحبش الخناق. فالتيران الصغيرة كلهم بتضحك وبتتريق عليه. ساعتها بيخرجوا التيران الكبار ويدخلوا ساحة القتال علشان اللي هيفوز فيهم هو اللي هيروح المسابقة. وأبو فرديناند بيتصارع مع أبو فالياند، والميتادور واقف بيتفرج علشان يختار واحد منهم. وفي الآخر يقرر يختار أبو فرديناند، وفرديناند يجري على أبوه ويقول له هو أنت لازم تروح يا بابا؟ فيرد أبوه عليه ويقول له طبعا يا ابني، ده حلم أي تور إنه يشارك في المصارعة دي. ففرديناند بيقول له طب هو ده ينفع ما يكونش حلم لما أكبر؟ أنا مش عايز أبقى مصارع تيران. فأبوه بيرد عليه وبيقول له لما تكبر أحلامك كلها هتتغير، وأنا متأكد إنك هتبقى أكبر تور في المزرعة. لكن فرديناند بيسأله طب ينفع أبقى بطل في حاجة تانية غير المصارعة؟ فأبوه بيبتسم له كده وبيقول له يا ريت الدنيا كلها كانت بتفكر زيك، بس للأسف الأمور ما بتمشيش كده. وبيودعه وبيسيبه وبيمشي. ففرديناند وهو راجع مكانه في المزرعة بيشوف فالياند وهو بيدوس على الوردة بتاعته. ساعتها بيتعصب جدا بس ما بيعملش حاجة، وبيفضل أيام طويلة مستنى أبوه يرجع بطل من المسابقة، لحد ما في يوم يسمع عربية الميتادور وهي راجعة، فجري يبص عليها لكن بيلاقيها فاضية. ساعتها بيفهم إن أبوه خسر ويقف مكانه حزين جدا. والعامل اللي بينظف الحظيرة بيشوفه وبيحاول يمسكه علشان يرجعه، بس فرديناند بيخاف وبيجري بسرعة، والعمال كلهم بيطلعوا وراه علشان يمسكوه. لكن فرديناند كان متأكد إن دي فرصته علشان يهرب فيها من المزرعة ويعيش حياة مختلفة عن اللي كانوا عايزينها له. ويفضل يجري لحد ما يوصل للقطر وينط بسرعة قبل ما يعدي الجسر. ولما القطر بيقف بينزل فرديناند ويتمشى وسط الغابة، والمطر بينزل عليه وهو تايه لحد ما بيسمع صوت كلب، وبيحاول يجري بس بيتزحلق من على الجبل وبيغمى عليه. وتاني يوم الصبح بيصحى بيلاقي بنته صغيرة اسمها نينا جاية ناحيته وبتحاول تهديه. في الأول كان خايف منها، لكن أول ما شافها بتحب الورد زيه ابتدى يطمن لها، خصوصا لما ادته الوردة اللي في ايديها. ومن هنا بدأ يثق فيها. ونينا عرفته على أبوها والكلب بتاعها، وفتحت له باب المزرعة علشان يجري فيها ويفضل يشم الورد وهو مبسوط. ومن بعدها بقى فرديناند يقضي أيام جميلة مع نينا ويلعب معاها ويساعد عيلتها في شغل المزرعة. والسنين تعدي وفرديناند بيكبر وبيبقى طور ضخم جدا زي ما أبوه كان قايل له زمان، لكن رغم كده كان سعيد جدا بحياته الجديدة. وفي يوم الصبح بيروح يصحي الديك ويروح لصاحبه الكلب باك ويقول له النهارده يوم الزهور، احلى يوم في السنه كلها بالنسبه لي. لكن باك كان عاوز يقول له حاجه وفرديناند ما خدش باله منها. وتوصل نينا مع باباها وفرديناند يفرح جدا علشان هيروح معاهم مهرجان الزهور. لكن خوان ابو نينا يقول لها فرديناند كبر وبقى ضخم وما ينفعش ناخده معانا. ونينا تزعل وترد لو فرديناند مش هيجي انا كمان مش رايحه. لكن باباها يقنعها ويقول لها المره ده ممكن ناخد الكلب معانا. وبياخدها هي والكلب فعلا وبيمشوا. ساعتها فرديناند يفضل واقف زعلان جدا لانه كان نفسه يروح المهرجان معاهم. وبيروح فرديناند يقعد تحت الشجره وبيبدا يكلم نفسه ويقول هو انا كان لازم اروح المهرجان معاهم ولا اسمع كلام خوان وخلاص؟ وبعدين يعني ايه كبرت دي، ما انا لسه زي ما انا اهو. وبياخد القرار انه هيروح المهرجان. وبيوصل فرديناند للمهرجان وبيبدا يشم الورد وهو ماشي. لكن اول ما الناس تشوفه وبيتصدموا وبيترعبوا جدا، بس ما بيهتمش وبيكمل مشي وبيدور على نينا. لكن فجاه دماغه تدخل في حبل متعلق عليه هدوم وما يعرفش يخرج نفسه، وبالصدفه بيقع على نحله وبتقرصه. وساعتها بيتحول فرديناند الهادي لتور هايج بمعنى الكلمه، وبيبدا يجري ويخبط في كل حاجه حواليه. والمهرجان كله بيتقلب فوضى والناس بتخاف منه جدا، وهو بيفضل يجري وعلى عيونه رايه حمراء. ووسط كل ده بيخبط في ستاند بلالين وبيتعلق فيه طفل صغير كان لسه من شويه بيعيط واهله مش عارفين يهدوه. واول ما الطفل بيمسك في فرديناند فبيبقى في قمه سعادته وبيبطل عياط، وبيبدا يشد القماشه اللي كانت مغطيه عين فرديناند. ففرديناند بيتفاجئ ان على وشك يخبط في عربيه، وبيحاول يوقف نفسه لكنه مش بيقدر يسيطر على نفسه وبيخبط في العربيه فعلا. والطفل بيطير منه وبيتعلق في حبل مليان ورد. وساعتها فرديناند بيجري باقصى سرعته علشان ينقذه، وبالفعل بيلحقه قبل ما يقع على الارض. وفرديناند بيهدى شويه وبيبطل جري. لكن بسبب اللي عمله في المهرجان الناس بتفتكره حيوان شرس وعدواني وبيتصلوا بالشرطه في وقتها. واول ما الشرطه بتوصل الكلب باك بيشوفهم وبيجروا على فرديناند وبيحذره وبيقول له لازم ترجع المزرعه حالا. ففرديناند بيجري وسط الشوارع الضيقه علشان يهرب لحد ما بيدخل بيت وبيحاول يستخبى فيه. بس للاسف المكان اللي دخل فيه بيطلع متحف مليان اطباق وكوبايات وحاجات تانية كتير اي حاجه ممكن تكسرها. وفرديناند بيكون ضخم جدا فبيحاول يمشي بالراحه علشان
علشان ما يكسرش حاجة وكمان محدش يحس بيه. لكن اول ما بيمشي بيخبط في شوية اطباق ويحاول بسرعة يلمهم قبل ما يقعوا. وصاحبة المكان كانت ست عجوزة نظرها ضعيف، وبسبب كده بتمسك ديله وبتفتكره المنفضة الريش اللي بتنضف بيها، وبتفضل تسحبه معاها في البيت كله وهي فرحانة بيه. وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما الست العجوزة بدأت تمشي ديله على مناخيره. ففرديناند بيعطس عطسة قوية جدا لدرجة ان الست طارت من الشباك. وساعتها الشرطة بتحدد مكانه بسرعة وبيجروا عليه وبيحطوا الحبل حوالين رقبته وبيقدروا يقبضوا عليه وبياخدوه معاهم بالعربية. ونينا بتفضل تجري ورا العربية عشان تلحقه، بس للأسف العربية ما وقفتش وخدت فرديناند ومشيت. ونينا تقعد على الأرض وتعيط لأنها ما عرفتش تنقذه. وفرديناند يفضل صاحي جوه العربية طول اليوم لحد ما بيوصلوا بيه للمزرعة اللي هيحبسوه فيها. وأول ما بيشوف التمثال اللي على باب المزرعة بيعرف إن راجع تاني نفس المكان اللي هرب منه زمان، وبيتضايق جدا. وبيظهر مستر مورينيو صاحب المزرعة وبيأمر العمال يدخلوا له معزة علشان تهديه شوية. فبيسمعوا كلامه وبيحدفوا له المعزة لوبي، والمعزة دي ما بتسكتش خالص وبتفضل تتكلم كتير، وده بيعصب فرديناند أكتر. وقرونه كمان كانت محشورة في العربية ومش عارف يخرج، بس أخيرا بيقدر يطلع وبيقع فوق لوبي وبيعجنها في الأرض بالغلط وبيساعدها تقوم، وهي بتاخده وبتدخله الحلبة علشان تعرفه على باقي التيران. وأول ما التيران الموجودة بيشوفوه بيعرفوه على طول. وبيجي فالياندو وبيحاول يخوفه زي زمان وبيقول له أنا هكسبك في المسابقة، لكن فرديناند ما بيردش عليه. وبعدها لوبي بتاخده على الأوضة اللي هينام فيها، وأثناء ما هم نايمين بيدخل مجموعة أنافد الأوضة وبيسرقوا الأكل بتاعه. ولوبي بتصحى وبتبدأ تتخانق معاهم وكلهم بيتخانقوا مع بعض لحد ما فرديناند بيصحى وبيحوش بينهم وبيسيب أكله للأنافد وكمان بيساعدهم يطلعوا من الشباك. وبعدها بيقرر إنه يهرب من المزرعة تاني ويرجع للبيت اللي اتربى فيه. بس أول ما بيقرب من السلك بيتكهرب كهربا جامدة جدا، وساعتها بيجوا 3 خيول وبيبدأوا يتريقوا على شكله. وفرديناند بيسألهم ازاي يخرج من هنا، بس ما بيردوش على سؤاله وبيقولوا له لو حاولت تهرب تاني هنبلغ عنك ونجيب لك العمال. وتاني يوم الصبح لوبي بتصحى بدري وبتخرج من الحظيرة وبتسمع البشر بيتكلموا ان البريميرو جاي المزرعة، وترجع تجري على الحظيرة تصحي كل التيران وتقول لهم الخبر. وكانت متحمسة جدا لدرجة انها داست على ديل فرديناند بالغلط. ففرديناند بيديها رفسة برجله كده بيخليها تطير وتلزق في الحيطة. وفي الوقت ده بيوصل البريميرو وبيخرج صاحب المزرعة يستقبله باحترام كبير وبيأمر العمال يطلعوا كل التيران من الحظيرة. والبريميرو بينزل من عربيته الجديدة الفخمة وبيتكلم مع صاحب المزرعة بتكبر وغرور وبيعرفه ان جاي يختار احسن تور عنده للمعركة الأخيرة قبل ما يتقاعد. وبيطلع هو وصاحب المزرعة على المدرجات وبيأمر العمال يفتحوا باب الحلبة للتيران، لكن فرديناند بيرفض يدخل للحلبة. وبما انه واقف في الاول وحجمه ضخم التيران اللي وراه مش عارفين يطلعوا. في اللحظة دي فايلانت بيضربه من ورا، ففرديناند بيدخل الحلبة غصب عنه وبعدها تدخل باقي التيران وبتبدأ المصارعة بينهم. وفايلانت بيجري وبينطح فرديناند بيقولون علشان يستفزه ويتخانق معاه، لكن جواكابو بيتدخل وبيخبط فالياند بنطحة جامدة تطيره بعيد. بس يقوم فايلاند متعصب وبيتحدى جواكابو قدام الكل علشان يطلع كل قوته قدام البريميرو، لكن في ثانية واحدة جاكوبو بيدوخ وبيغمى عليه وبيقع على الأرض قدام الجميع. وبيجري فرديناند بسرعة علشان يتأكد إنه بخير، لكن بالغلط بيخبط في بونزو ويدخل هو كمان في ماكينة اللي كان شايل العامل وبيطيروا بره المزرعة. وبعد اللي حصل الدنيا بتتقلب فوضى جوه الحظيرة، والبريميرو بيتضايق جدا من اللي شايفه. ساعتها يقول لصاحب المزرعة إن ولا واحد من التيران مناسب للحدث الكبير ده، فيحاول صاحب المزرعة يقنعه يصبر عليهم شوية. فالبريميرو بيديله فرصة أخيرة وبيفهمه إن لو ملقاش التور اللي بيدور عليه سمعة المزرعة كلها هتتشوه والمكان نفسه ممكن يخسر ويتقفل. بعد شوية بيطلعوا التيران من الحلبة وبيهجموا بالكلام على فرديناند وبيتهموا انه السبب في المصيبة اللي حصلت. واثناء ما هم بيتناقشوا بيسمعوا صوت عالي بره، ولما يخرجوا يشوفوا العربية ماشية واخدة فيها جواكابو. وكان فاكر ان البريميرو اختاروا للبطولة، لكن الحقيقة انه ما كانش رايح المسابقة، ده كان رايح على السلخانة. واول ما بيعرفوا الحقيقة كل اصحابه بيزعلوا عليه جدا. وبيجي الليل وبيقعد فرديناند سرحان ودماغه بتفكر في نينا، وهي كمان في نفس الوقت كانت بتفكر فيه. وفجأة يسمع صوت غريب جنبه، ولما يبص يلاقي بونزو بيعيط على صاحبه جواكابو. ففرديناند بيحاول يهديه، ولما بونزو بيطلب منه انه ما يقولش لحد انه كان بيبكي وعدوا فرديناند ان الموضوع هيفضل سر بينهم ومحدش هيعرف. وتاني يوم الصبح بيطلع فرديناند من الحظيرة وبيشوف البريميرو واقف بيراقب التيران وهم بيتدربوا في الساحة. وبتيجي لوبو متحمسة وتقول له يلحق اصحابه يتدرب معاهم، لكن وهو واقف بيلاحظ ارنب صغير قدام برميل قريب من انجوس، وانجوس كان بيجري من غير ما يشوف اي حاجة قدامه. ففرديناند بيجري بسرعة وبينادى عليه انه يقف، لكن انجوس ما كانش فاهم قصده. فساعتها فرديناند بيزقه بعيد قبل ما يدوس على الارنب، وما يقدرش يوقف نفسه في الوقت المناسب، فضرب بقرونه في الارض وهو بيحاول يتفادى الارنب المسكين. والارنب اول ما بيشوف فرديناند جاي عليه اتخض وهو مغمى عليه، وفرديناند بيدخل بقرونه في عربية المية. ولما بيشوف الارنب فاقد الوعي بيجري عليه بسرعة وبيحاول يفوقه، وبعدين يروح لانجوس وبيرفع له شعره اللي كان مغطى على عينيه. ولما انجوس يشوف لاول مرة بوضوح بيتصدم وبيسأله انت عملت كده ليه؟ ففرديناند بيرد عليه وبيقول له علشان احنا اصحاب وانا مش فارق معايا موضوع المسابقة ده. ولوبي لما بتشوف اللي بيعمله بتتعصب وتقول له يسيبه من شغلانة انقاذ الارانب دي ويركز في التدريب والمصارعة، لكن فرديناند بيصر انه ما بيحبش القتال. فتقول له يتخيل المصارعة كانها رقصة. وفجأة بيسمعوا اصوات الخيول الثلاثة اللي كانوا واقفين بيتريقوا عليه وعلى لوبي ويقولوا له ولا حتى راس هتعرف تعمل في حاجة. ساعتها يقرر فرديناند يثبت لهم العكس
بالعكس وبيبدأ يرقص قدامهم، لكن الخيول تكمل تريقة وتقلد حركاته لغاية ما يتدخل أنجوس وينضم لفرديناند، ولوبو تبدأ تعزف موسيقى والأنافد يفتحوا الراديو، وكمان بونزو يدخل يرقص معاهم، وبيبقوا كلهم فريق واحد. وبعد شوية الخيول نفسها تتحمس وتدخل ترقص لحد ما باكينا يقرر يدخل المسابقة كمان، وفي الآخر فريق التيران يكسب فريق الخيول في التحدي الرقص، وساعتها الخيول بتتنرفز وتتخانق مع بعض، لكن فجأة سلك الكهرباء يمسك فيهم ويتكهربوا التلاتة مرة واحدة. وبعد ما خلصت المسابقة راحت التيران عند حوض المية يحتفلوا بفوزهم، لكن فجأة بيظهر فايلانت وبيقول لهم ان التيران اللي ما عندهاش قوة وما بتشاركش في القتال بتروح على السلخانة، وكمان يكمل كلامه ويقول لهم خليكم انتوا بقى في الرقص وانا بكره هكون الطور الوحيد اللي هيفوز. كلامه بيضايق كل التيران اللي واقفة فبيسيبوا المكان وبيمشي، وبيفضل فرديناند واقف مع لوبي. ساعتها بيبدأ يحكي لها انه نفسه يرجع بيته وان نينا وحشته جدا وعايز يشوفها تاني، فتقول لوبي انها نفسها تمشي معاه لو هيهرب، لكن تسأله هنهرب ازاي من المكان ده. فرديناند يطمنها ويقول لها ما تقلقيش انا هلاقي حل. وفي الليل يروح عند الانافد ويطلب منهم يساعدوه في خطة الهروب، فبيقولوا له ان الطريق الوحيد هو ان يعدي من خلال البيت نفسه، وبيروحوا الانافد يفتحوا الباب وبيدخلوا بسرعة هم وفرديناند، لكن كان لازم يدخلوا من شباك صغير علشان ما يعدوش قدام الحرس. فلو بتحاول تساعد فرديناند يدخل من الشباك، وكان الوضع صعب عليها شوية. وفجأة واحد من الانافد يطلع شوكة من ظهره ويشكها في لوبي، فلوبي بتتنفض وتعدي هي وفرديناند من الشباك، وفرديناند بيقع فوق العربية وبيتزنق جواها، والعربية تطلع صوت ضخم يهز المكان كله، وبيجري العمال بسرعة يشوفوا ايه اللي حصل، بس الانافد بيلحقوا الموقف وينقذوا الدنيا ويساعدوا فرديناند يدخل البيت قبل ما حد يكتشفه. واول ما بيدخل فرديناند البيت بيلاقي صورة ابوه معلقة على الحيطة. ساعتها بيفهم الحقيقة ان ولا طور بيرجع من المسابقة وان مصيرهم الموت، وده يخليه ينهار من الزعل. وفي نفس اللحظة بتقدر الانافد تفتح له الباب الخروج، لكن فرديناند يغير رأيه ويرجع تاني للمزرعة علشان يحذر اصحابه من اللي بيحصل جوه الحلبة، لكن فايلاند المغرور ما يصدقش كلامه وبيزقه فرديناند بره الحاضرة ويتحداه يصارعه، وفرديناند يرفض في البداية لحد ما فايلاند يهجم عليه فجأة، وساعتها قرن فايلاند يتكسر. وفي الوقت ده كان البريميرو واقف بيتابع كل اللي بيحصل من بدري، ولما بيشوف اللي حصل بيقرر يختار فرديناند يكون الطور الجديد بتاعه في المصارعة. وصاحب المزرعة يقرر في اللحظة دي يبعت فايلاند على السلخانة، ولوبي بتتوتر جدا وتخاف عليه، لكن فرديناند بيقول للتيران انه مش هيمشي غير لما ياخد الكل معاه، وكمان هينقذ فايلاند من الموت. فتتحد التيران مع بعض ويقرروا يقفلوا على الخيول علشان ما يبلغوش البشر، وماكينة يعض سلك الكهرباء ويفصله، ويسمح لفرديناند يطلع بسرعة علشان يروح ينقذ فايلاند من السلخانة. وفي السلخانة يحاول فرديناند يشيل الباب الحديدي اللي حابس فايلاند، لكن فايلاند يرفض يخرج ويقول له ان ده قدره وانه مش عايز يغير مصيره. وفي اللحظة دي بيسمع فرديناند صوت جواكابو فيجري ناحيته بسرعة ينقذه، لكن يعدي من قدام أشعة الليزر اللي بتشغل كل الآلات اللي في المكان، وجواكابو كان على وشك يدخل المفرمة. وهنا فايلاند بيجري قدامه وبيحشر قطع حديدية في المفرمة علشان يوقفها، وبالفعل بتقف، لكن باقي الآلات لسه شغالة، وجواكابو بيتسحب بعيد، وفرديناند بيشيل فايلاند فوق ظهره، والتلاتة بيمسكوا في الحبل اللي ماسكه جواكابو، وبمجهود كبير يقدروا يطلعوا قبل ما يموتوا. ولما يهربوا يلاقوا نفسهم جوه صندوق زبالة كبير، والصندوق يتحرك بهم وبيدخل المزرعة من جديد، ويروح يخبط في عربية نقل التيران. وبسبب الدوشة اللي حصلت دي كلها بيصحى صاحب المزرعة والعمال مفزوعين، فبيتجمعوا كل التيران بسرعة في العربية، وبيقعد الأنفد ولوبي في كابينة السواق، وبيمشوا بأقصى سرعتهم وبيهربوا من المكان. ولما كان قربوا يوصلوا للبوابة الأرنب بيظهر فجأة قدام العربية، ومن الخضة بيغمى عليه تاني، وفرديناند بيوقف العربية فورا وبينزل يشيله معاه ويكملوا الهروب، والبشر وراهم بيطاردوهم، وبيفرك ايده في بعضه وبيدي الأرنب صدمة كهربائية بتصحي فورا، وبيفضل يجري هو والباقي من مطاردة البشر لحد ما بيوصلوا لمدريد، لكن علشان الزحمة كانت كبيرة اضطروا يقفوا. وفي اللحظة دي البشر كانوا خلاص على وشك يمسكوهم، فبينزلوا كلهم يجروا بسرعة بين العربيات لحد ما بيوصلوا لمحطة القطر، وهناك يركبوا عربية القطر وفرديناند يزقهم بكل قوته لحد ما يلزقوا في القطر اللي بدأ يتحرك. لكن المطاردة ما خلصتش والبشر كانوا لسه وراهم، وهنا فرديناند ياخد قرار انه يضحي بنفسه علشان ينقذ باقي اصحابه، فبيرجع تاني ناحية عربية البشر وفعلا بيقدر يوقفها بقرونه، لكن للأسف الناس بتنزل بسرعة وبيتمكنوا منه وبيمسكوه، وبياخدوا فرديناند فورا على حلبة مدريد علشان المسابقة الضخمة. وفي اللحظة دي والد نينا بيشوف كل اللي حصل في الأخبار، فبيبلغ نينا بسرعة وبيقول لها ان فرديناند داخل المسابقة في مدريد، وبياخدها وبيروح جري علشان ينقذوه. وبتبدأ البطولة الكبيرة والبريميرو بيستعد لليوم اللي كان مستنيه طول حياته، وبيدخل الحلبة والجمهور بيستقبله بحماس لأنه كان مشهور ومحبوب. واحدة من الجمهور بترمي له وردة، لكنه بسبب غروره بيسيبها على الأرض من غير ما يهتم، وبيدخل وسط الحلبة وبيطلب من رجالته يفتحوا له الباب علشان يطلعوا الطور. وبيدخل فرديناند بهدوء شديد والبريميرو بيحاول يستفزه، لكن فرديناند واقف ثابت في مكانه ومش بيتحرك، فيقوم رجالته يغزوه، فيبدأ فرديناند يجري حوالينه في الحلبة والبريميرو بيطارد فيه لحد ما القماشة الحمراء بتاعته تتعلق في قرون فرديناند، وساعتها فرديناند
يتحرك بسرعة وهو مش شايف حاجة، والبريميرو بيحاول يسحب القماشة بس مش بيعرف، وبيبان شكله وحش جدا قدام الجمهور. وبعد محاولات كتير البريميرو بينجح يشد القماشة، بس فيرديناند يشده فجأة ويرفعه فوق وبيفضل يلف بيه بسرعة، والجمهور بيضحك عليه وفي الاخر يطيره بره الحلبة تماما، وده بيهين البريميرو قدام كل الناس. ساعتها بيرجع وهو ماسك رمحين وبيجرح فيرديناند، ففيرديناند بيتنرفز جدا وبيستعد يهجم عليه، لكن لما بيشوف الوردة اللي البنت رمتها واللي اتدهست في الزحمة بيفتكر نفسه وبيروق وبيهدى فجأة وبيسيب البريميرو وبيرجع للوردة يشمها. لكن بعدها البريميرو بيرجع تاني ماسك سيفه ومستعد ينهي على فيرديناند، وفيرديناند يقعد في مكانه وبيرفض يقاتل. وفي اللحظة دي الجمهور كله بيقف يهتف وبيطلب من البريميرو سيب التور يعيش، فاضطر يسمع كلام الجمهور وبيرفع ايده ويحيي فيرديناند وبيمشي من الحلبة. وفي الاخر توصل لنا للمكان، ولما بتشوف فيرديناند بتجري عليه وبتحضنه بقوة، والجمهور كله بيقف يحييهم وبيرمي عليهم ورد كتير. وفي نفس الوقت بيوصل فايلاند وباقي التيران علشان يساعدوا فيرديناند، بس بيكتشفوا ان المعركة خلصت. وبكده بيبقى فيرديناند اول تور في المزرعة ينتصر في مسابقة البريميرو. وبعدها مستر مورينيو صاحب المزرعة بيتنازل عن التيران وبيسمع لهم يعيشوا معنينا بسلام. وفي النهاية فيرديناند بيرجع للمزرعة اللي بيحبها، وكل التيران تجرب لأول مرة معنى الحرية والحياة الهادية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.